إن هو ده الشائع، وإن الوقع منه بموتة بشكل نهائي. لو خدنا انحياز تاني اسمه انحياز الثقة الزائدة، كلنا بنحب نحس إننا فاهمين، بس الحقيقة إن إحنا بنبالغ في تقدير معرفتنا. دماغك بيقولك أنا متأكد، بس الحقيقة أنا كنت بخمن. عندنا انحياز تالت زي السببية الوهمية، إننا بنربط كل حاجة بأسباب وهمية لمجرد إن الأحداث حصلت ورا بعض. فيقول لك مثلا حصل أكيد التصرف الفلاني وبعده حصل تصرف تاني، إذن الأولاني سبب للتاني بشكل كامل. بس ده كتير من الحاجات مفيش أي علاقة أصلا بين الموقف الأولاني والتاني، بس إحنا بنخلق قصة عشان نرتاح نفسيا. زي لو شفت شخص وبعدها حصل لك مشكلة معينة، فتميل الشخص ده نحس لأن أنا شفته وبعدها حصل تصرف تاني، إذن الأولاني سبب للتصرف أو الموقف التاني، مع إن في الحقيقة مفيش أي علاقة. برضو في حاجة مهمة في الكتاب بيقولك إن ذاكرتك مش بتسجل الحقيقة، مش بتسجل الأحداث اللي بتحصل معاك زي ما هي، وإنما بتسجل أنت حسيت بإيه في المواقف اللي أنت بتفتكرها. ده جزء عبقري في الكتاب، لأنه بيقولك إنك لما بتفتكر موقف أنت مش بتفكره أو مش بتفتكره زي ما حصل، وإنما بتفتكره زي ما حسيت وقتها. يعني مثلا لو رحت عند دكتور أسنان وقعدت نص ساعة حسيت بألم خفيف، وفي الآخر حصل لك ألم جامد لمدة دقيقة، دماغك هيفتكر إن الزيارة كلها كانت فظيعة عشان آخر دقيقة كانت سيئة. ده اسمه تجربة تساوي الذكرى في الإحساس. يعني إيه؟ يعني التجربة ممكن تكون عادية، بس الذكرى بتاعتها بتتلخص في قمة الألم أو قمة المتعة زائد نهاية الموقف، وده بيأثر على قراراتك المستقبلية. طب نعمل إيه في حاجة زي كده؟ أهم درس في الكتاب إنك ما تعتمدش دايما على